السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع زينب فقيه وأكلة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة. هنعمل الهريسة هنعملها، هي ليها طرق كتير، النهاردة نعملها بطريقة سهلة وحلوة، وإن شاء الله نبقى نعمل بعد كده مع بعض الباقي. أول حاجة، أول خطوة، معايا مجين ونص من دقيق البسبوسة اللي بنسميه دقيق السامولينا. ماشي اهم، مجين ونص، نفس المج اللي بعاير بيه السميد، هعاير بيه كل حاجة. معايا نص كوب سكر، تمام، نفس المج طبعا. معايا نص معلقة دي دايما ايه، بالمعلقة الصغيرة دي اللي هي بتاعة الشاي، بيكنج باودر، ونص بيكربونات الصودا. ماشي، دول كده لأول خطوة. هقلب دول مع بعض كده، وبرضو معايا يعني هقلب المكونات الجافة اول حاجة على طول كده، اديهم تقليبة. ماشي، ومعايا برضو في الخطوة دي نص مج سمنة اهو، برضو بنفس المج. ممكن اللي عايز يستبدله بزيت ما فيش مشكلة، بس هي دايما الحلويات يعني ايه تحب السمنة، بس اللي عايز يستبدله عشان معانا سمنة تاني، اللي عايز يستبدله بزيت مفيش اي مشكلة. تمام، دي اول خطوة كده. هسيبهم كده مع بعض ونشوف، عشان في مكونات تانية هنجيبها عليهم. تمام، خليهم كده نبعدهم على جنب. نجيب البولة دي. معايا هنا ايه بقى؟ معايا كوباية زبادي اهي، اول حاجة احطها. ماشي، كوباية زبادي. ومعايا كوب لبن، هجيبه. ماشي، زبادي كوب، وكوب لبن، يعني كوباية زبادي اللي هي ايه، طبعا كله يبقى ايه عادي مش ساقع، لان احنا لسه هندفيهم في الميكروفون. ومعايا ايه نص كوباية سكر. تمام، هقلبهم مع بعض ونحطهم في الميكروويف. هضيف عليهم كمان ايه، دي اختياري بقى، ربع معلقة خميرة. حد عايز يضيفها يضيفها، مش عايز خلاص يعني. ماشي، انا بضيفها برضو، بتدي يعني هشة كده ايه، تنفخ، بتعلي هقلبهم مع بعض كويس، واروح احطهم دقيقة في الميكروويف. ماشي، انا قلبتهم اهم، حطهم دقيقة في الميكروويف يعني بس يدفوا كده، وممكن اقل، بس لو ما حد يعني مش كل واحد عنده ميكروويف طبعا، ممكن نحط اللبن دافي ونضربهم مع بعض. اهو جبتهم من الميكروويف، هضيفهم على المكونات دي كلها وهقلبهم. تمام، نقلبهم مع بعض كويس. في الهريسة يستحسن لو لقينا يعني احسن اكتر نوع خشن، مثلا في دقيق السامولينا يبقى افضل، يعني كل ما كان خشن احسن، او وسط يعني، بلاش الناعم قوي. طبعا هو مرات الواحد ما بيلاقيش اللي هو عايزه، يعني مش دايما، بس ايه لو لقينا افضل. كده الهريسة كده اتجنست هي كلها مع بعض. هحطها على جنب ونشوف بقى الشربات. ليه انا ما حطيتش الشربات من الاول على النار؟ لان انا هنا محتاجاه سخن، الهريسة سخنة تطلع من الفرن على طول، الشربات تبقى سخنة القطر بتاعها، يعني عشان اللي بيقول شربات واللي بيقول قطر يبقى عارف ايه اللي هنعمله. ماشي، دي كده خلاص، هخليها على جنب لحد ما احط القطر على النار ونشوف نكمل مع بعض. دلوقتي مقادير القطر: 3 سكر اهو، ادي 2 سكر، واحط التالت كمان، على كوبايتين، على 2 ميه، ومعلقتين سمنه، بس معلقتين السمنه في الاخر لما بيخلص. ماشي، هجيب كوبايتين الميه اهو،
تمام. لما يغلي هنضيف له يا اما عصر نص ليمونه، او لو في ملح ليمون يفضل على طرف المعلقه كده سنه صغيره، وهنشوف مع بعض ان شاء الله. دلوقتي معايا الصينيه اهي مقاسها 30 في 30. بدهنها سمنه كويس، طبعا لازم تدهن سمنه كويس قوي. دايما الهريسه والبسبوسه والكلام ده بيحبوا ايه الدسم. دلوقتي هنزل نص الكميه اللي معايا في الاول، وهسويها. تمام، هسويها كلها، ظبطها في الارض. دلوقتي انا حطيت نص الكميه في الصينيه، وطبعا ايه رجتها كده عشان تظبط، يعني تتسوى كلها معايا بعد ما سويتها. دلوقتي معايا حاجه دي اختياري، اللي عايز اللي بيحب القرفه هيحط قرفه، واللي مش عايز طبعا ايه ما يحطش، بس هي بتدي نكهه حلوه جدا في القرفه. فايه انا هحط قرفه وهحط شويه فستق في النص، كل ده اختياري. اللي عايز يعملها ساده برضو مفيش مشكله، ماشي. بس نكهه القرفه يعني انا قبل كده عملتها بيها طلعت حلوه جدا اهو. تمام، هحاول اظبط برضو الحتت الفاضيه من القرفه. ماشي، انا خليت ظبطت القرفه فيها كلها، وادي ايه كمان نرش شويه فستق يبقوا حلوين فيها. طبعا ايه برضو كل ده اختياري، يعني كل واحد عايز يحط، مش عايز مش هتفرق. هي الهريسه هتتاكل هتتاكل، وبتبقى حلوه ان شاء الله جدا. تمام. دلوقتي هوزع باقي الكميه من فوق، بس اخلي بالي يعني ايه عشان اعرف امدها، اوزعها كده شويه شويه عشان لما اجي اظبطها بالمعلقه تظبط معايا من غير ايه ما نبوظ شكل الحشو اهو. تمام، هحط شويات كده كده عشان لما اجي اعمل كده بالمعلقه يبقى كل واحده في مكانها، اظبطها بالراحه اهو لحد ما اخلص ونشوف مع بعض. اهو بقعد اظبطها بالراحه كده واحده واحده عشان ما نبوظش شكل الحشو، بالراحه. ماشي اهو اهو. بس بتبقى عايزه صبر شويه بس، واحنا ايه في الوش، بعد كده تبقى تمام ان شاء الله. تمام، خلص وارجع له. خلصت معايا اهي اهو برضو بعد ما سويتها بنزلها كده، ولو في اي حاجة على الحروف بالنابكن بتاع المطبخ او بمنديل المطبخ بشيلها عشان ايه تبقى متظبطة. تمام، زي الفل. دلوقتي هنحطها على في الفرن، والشربات على النار هنشوف مع بعض. طبعا القطر بيغلي على النار اهو، انا سبته طبعا. بس انتوا عارفين في حاجة انا بعملها كل مرة، بجيب كوباية مية سخنة وبعمل الاطراف عشان لو في اي حبة سكر فوق هتخلي القطر يسكر معانا كده. ايه بضمن ان مش هيسكر معايا، وانا ما قلبتوش ولا اي حاجة، سبته لوحده لحد ما لقيته غلي وفك. الحاجة التانية اللي هعملها هضيف، شوفوا قد ايه ملح ليمون، يعني المعلقة الصغيرة خالص شعر عليها بس مش كتير، عشان ما يسكرش. بنفس الوقت الملح الليمون بيديله بياض عن الليمون اكتر. وطبعا ايه ما كترش عشان ما يبقاش طعم الشربات ليمون كتير. ماشي، دلوقتي الصينية معايا اهي، انا ولعت الفرن هحطها على الشبكة ربع ساعة وابدأ ابص عليها. دلوقتي هضيف السمنة، معلقتين السمنة اللي انا قلت عليهم على الشربات. خلاص هي هتفك معاها وهطفي عليها كده، مش هتلحق تبرد على ما الهريسة تخلص. لو حسيت ان هي بردت بدفيها شوية تاني.
عشان لازم يبقوا الاتنين سخنين. تمام اهي. بعد ما حطيت السمنة غلت غلوة اهي، طفيت وهغطيها لحد ما ايه الهريسة تخلص. ادي صينية الهريسة بعد ما طلعت معايا من الفرن، هي سخنة اهو، وهسقيها بالشربات سخن، الاتنين سخنين مع بعض. تمام. طبعا اخدت معايا في الفرن يعني 35 دقيقة، نص ساعة و5 دقايق. طبعا كل واحد حسب الفرن بتاعه، يعني انا مثلا زي ما قلنا. وطبعا محتاجتش ان انا اشغل عليها الشواية، هي كده مولعة الفرن من تحت وحطها على الشبكة، احمرت من تحت ومن فوق مع بعض. طبعا اللي ما فرنه مثلا ما بيحمرش الحاجة كده على طول مثلا من فوق من تحت، بيضطر ايه يفتح الشواية في الاخر عليها. لما الاقي حروفها بقت بني كده فاتح، اروح ايه وافتح الشواية فوق. ده لو هي ما احمرتش، انا عندي احمرت من فوق ومن تحت مع بعض. هي سهلة وبسيطة، هي مش مكلفة، يعني مش لازم كلنا نحط فيها فستق، يعني ممكن نحط شوية سوداني هيبقوا حلوين قوي، ممكن من غيرهم عادي هتمشي برضو. اللي زي قلنا اللي بحب قرفة ما بيحبش براحته. طبعا انا قلت على الشربات 3 كوبايات سكر، كوبايتين مية، هي كده هي بتشرب. وطبعا حطيت ربع معلقة ملح ليمون ومعلقتين سمنة فيها. اهو شايفين ما شاء الله ناجحة جدا، طالما هي بتشرب الحاجة بتاعتها كده ما شاء الله 100 100. هنسيبها تاخد الشربات بتاعتها ونبقى نقطعها مع بعض. انا كده طافية الفرن، هحطها مكان السخونية كده شوية بس، هي مش محتاجة ولا سوا ولا حاجة، بس لازم ايه تتحط شوية في الفرن. دلوقتي هو هنقطع الهريسة مع بعض، تشوفها ما شاء الله طبعا باينة طبعا ايه زي الفل، ان شاء الله تطلع حلوة جدا. ناخد قطعة اهو، مش عايزة اطول عليكم قوي. بسم الله. اهي شايفين، اللهم بارك. تمام. عايزه اقول لكم ما شاء الله طالعه روعه وتستاهل روعه. جربوها وهتعجبكم جدا، وهي زي ما قلت لكم مش مكلفه. واستنونا مع زينب فقيه واكله جديده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.